السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، النهاردة هنعمل مع بعض دبابيس الفراخ مع البطاطس مع بصل مع طماطم، يعني كله في حلة واحدة. تعتبر يعني أكلة موفرة، مش موفرة في سعرها، موفرة في استخدام المواعين وكده والحلل وكده. دلوقتي هننزل معانا الحلة على النار، احنا مولعين عليها. هننزل بالدبابيس، تاخد صدمة كده، وبعد كده لما لونها يتغير هننزل عليها بالملح والكمون والفلفل. معانا هنا كده نزلنا بالدبابيس في الحلة، هنسيبها مع نفسها كده. معانا هنا 3 بصلات كبار مقطعينهم شرايح كده. معانا هنا بطاطس، كيلو من البطاطس مقطعينه بالطول كده، يعني عشان بس ما يبقاش ينهري في وسط الدبابيس، يستوي معاها. معانا هنا 3 حبات طماطم كبار مقطعينهم. معانا هنا ملح وفلفل و7 بهارات، اللهم صل على النبي، وكمون وشطة. خليكم معانا لما نكمل الوصفة وهنشوف مع بعض الطبق هيبقى شكله عامل ازاي. ودلوقتي الدبابيس لونها اتغير معانا اهو. انزل عليها بالبهارات، ملح وفلفل وكمون، 7 بهارات وشوية شطة. هننزل بالبصل، هنسيبهم مع بعض شوية لما البصل ينزل المية بتاعته. خليكم معايا هنشوف بعد كده هنكمل الوصفة ازاي. هننزل بالطماطم على الدبابيس، عشان الطماطم تنزل ميتها والدبابيس تستوي مع البصل ومع الطماطم. وصفة سهلة وجميلة، ممكن تنفع غدا، تنفع عشاء، تتاكل بالعيش عادي. عايزة تعملي جنبها رز ماشي، عايزة تعملي جنبها شوية مكرونة محمرة ممكن تتاكل كده عادي من غير اي حاجة جنبيها. خليكم معايا لما نكمل الوصفة معاكم. بعد ما نزلنا بالطماطم شوية، لما خدت فورة كده مع الأجنحة والبصل، نزلنا بكوباية مية مغلية عشان تكمل السوا فيها. وانا ماشيه معاكم خطوه خطوه اهو، يعني ما حطيتش حاجه من غير ما تكونوا انتوا شايفين. خليكم معايا اما نكمل. ودلوقتي بعد ما اللهم صل على النبي الدبابيس اتسبكت مع الطماطم والبصل واستوت، هننزل بالبطاطس نغلفها مع بعضيها كده، خليها تستوي. احنا مقطعينها طبعا اصابع كبيره عشان خاطر ما تنهريش، واللي يعرف اللي يمسكها يعرف ياكل منها وكده. خليكم معانا لما تستوي الوصفه وهنشوف مع بعض هيكون طبق شكله. وده كان الوصفه بتاعت النهارده. الطبق بتاعنا استوى وبقى جميل وطعمه جميل، وفيه صوص حلو خالص من الطماطم والبصل اللي عملناهم. ممكن تاكلوه كده بالعيش، ممكن تاكلوه مع مكرونه محمره، ممكن تعملوا معاه رز وسلطه. البطاطس مستويه والدبابيس برضو مستويه، وكل حاجه مستويه مع بعضيها في حله واحده. يا ريت لو عجبتكم الوصفه تعملوا لايك للفيديو، ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.